السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل فعلا أنا منحاز لبعض الشركات على بعض؟ أو هل إن أنا مثلا لما بوصف لك موتوسيكل بيبقى الموتوسيكل ده فيه أفضل منه بس أنا ما بتكلمش عنه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان تعليق من ضمن التعليقات على الفيديو اللي فات لما كنت بتكلم عن الصيني والهندي ومقارنة بينهم، ولكن حبيت اعمل فيديو تاني ده للتوضيح فقط ليس اكثر، والله مش اكتر من كده. يعني انا بدافعش عن نفسي، لا، لان كلنا اصلا معرض للخطأ، مفيش فيها مشكلة، ولكن انا بوضح صورة للناس، انا بناء عليه بقيم الموتوسيكل. انا دايما بقول يا اخوانا انا بتاع الشعبي. ليه؟ انت لا انا بجيب الموتوسيكل اللي انت عايزه. يعني لو انت عايز موتوسيكل ياباني انا ما عنديش مشكله اجيبه لك. عايز تي في اس بوكسر بالسر اباتشي الكلام ده اجيب لك اللي انت عايزه. انت بتدفع فلوس مقابل الطلب اللي بتطلبه. لو انت جاي موجه على نوع معين انا ما بجادلكش فيه، تحت امرك اجيبه لك. لكن لو انت جاي تاخد رايي في موتوسيكل فانا بنصحك لله. هتقول لي طب حلو قوي، طب بناء على ايه انت بتفضل وبتقيم الموتوسيكل وبتقول ان الصيني افضل من الهندي؟ واحده واحده وصلنا على النبي. اول حاجه يا سيد الفاضل، انا بتكلم عن السعر. احنا النهارده غلابه، اللي بايع دهب مراته، اللي عامل جمعيه، اللي سالف فلوس، اللي مش عارف ايه عشان يجيب موتوسيكل يسترزق عليه. هتقول لي ماشي بس السعر مش كل حاجه. اقول لك ما هو انا عندي دلوقتي احنا بناخدها نقطه نقطه. طب انا جبت فلوس وجبت سعر، اقل سعر في مصر إيه دلوقتي؟ الصين. تمام، طيب جبنا الموتوسيكل. هتقول لي بس في حاجه اسمها الخامه. هقول لك انا عايزك تفرق لي ما بين خامه الداين 26 والبوكسر او التي في اس. تمام، هتلاقي الخامه واحده، ان لم يكن داين 26 اكفأ واجود. ده بدليل انا هنجيب المكانتين قصاد بعض. هتقولي بس مش الخامه برضه. لا، ده في حاجه اسمها خدمه ما بعد البيع. يعني البوكسر والتي في اس قطع غيره مرميه في اي مكان. اقول لك لا، لو سمحت استنى بقى هنا شويه. موجوده في التوكيلات وفي بعض المحلات، مش اصلي. الاصلي موجود في التوكيلات فقط، والتوكيلات مش منتشره في اي مكان، لا ده في اماكن معينه. ولذلك في بلاد ارياف مش موجود فيها حاجه اسمها هندي خالص، تمام، لكن الصيني موجود في اي مكان. وحتى لو مش موجود البدائل بتاعته موجوده في اي مكان، ودي ميزه. يعني مثلا الدايو 26 اللي بتكلم عليها، الموتور بتاعها بقى موجود في اكتر من 10 موديلات في مصر. دايو 6 ودايو 26 وفيجوري 26 والفيجوري 200 والفيجوري مش عارف ايه كتير. فقطع غيره مرميه. وبعدين مصر كلها بتخدم على الصيني مش على الهندي. يعني تجار قطع الغيار في مصر تما بتخدم على المنتج بتاعي الصيني مش على المنتج بتاعك اللي هو الهندي. هتقول لي بتاعي وبتاعك، انا بتكلم من باب الدفاع للناس مش ليا وليك. انا لا راجل صاحب مصنع ولا انت صاحب مصنع، بس انا بتكلم عن فكر ورأي. تمام، انا مش متعصب ليه، اقنعني برايك وانا تحت امرك. تمام، انا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بكده، اقنعني وانا معاك. بس انا دلوقتي بقول لك قطع الغيار بتاعت الصيني مرميه في اي مكان. ضايع 4 هوجن 4 الكلام ده مرمي مرمي. وكمان سعره، يعني لما اقول لك الهندي عشان تعمل عمره لبوكسر او تي في اس بتمن عمرتين او 3 عمرات بلا يعني مبالغه في الصيني. يعني السلندر ب 2000 ونص و3000 في الهندي، لا في الصيني ب 1800 و950 و1100 حسب النوع. ممكن تجيب كمان. يعني التعديلات في الصيني متاحة. ليه؟ لأن احنا قلنا في موديلات كتير، إصدارات كتير، تعديلات كتير، فممكن تاخد من دي تحط في دي تحط في دي فتلاقي كفاءة أعلى. هتقول لي يا عم لا أنت بتتكلم في الفاضي. ليه؟ لأن أنت بتتكلم في جودة وخامة وسعر وخدمة ما بعد البيع، احنا بنتكلم في حاجات تانية. هقول لك زي إيه؟ تقول لي مثلا أنا بتكلم في طول عمر افتراضي لقطعة الغيار. انا بتكلم في دي، هي دي النقطه اللي انا بفضل من خلالها الهندي عن الصيني. هقول لك صلى على النبي. صليت على النبي، تبزيد النبي صلى الله عليه وسلم. انا عندي حاجه مهمه جدا. الدار 4، انا هاخد الدار 4 كمثال. ليه؟ لان الدار 4 او الدار 40 دول اقل سعر في مصر. الدار 4 والدار 40 والدايو 3، الثلاثه دول اقل سعر مكنه اصلي في مصر. تمام؟ طيب انت عارف الدار 4 دي ممكن تلاقي مكنه دار 4 2015 و16 2010 ما عمرتش، ما صرفتش على صاحبها كتير. مستحيل تلاقي مكنه هندي كده. هتقول لي
يعني العمر الافتراضي للهندي اعلى اقول لك، للصيني اعلى اقول لك اه. ليه؟ لان ببساطه التركيب والتصميم نفسه هتلاقي البستم بتاع الدايو قد كده، هتلاقي بستم البوكسر او التي في اس قد كده، لان هما بيلعبوا في الهندي مش هيشيل، مش حموله، لا، توفير بنزين، ان مكنه شخصيه خاصه هتوفر بنزين، السرعه بتاعتها لا تتعدى مثلا ال 60 70 كيلو، فهتوفر بنزين ومش هتستهلك بسرعه. لكن لو انت اتعاملت مع المكنتين زي بعض، الصيني قوتها وعزمها اعلى، بخلاف حاجه مهمه قوي، ان انا لو رجعت ورا خطوه على كلامنا في نفس الفيديو، لو رجعنا خطوه لورا هنقول ان حتى لو نفس العمر الافتراضي، تمام، نفس العمر الافتراضي، وقلنا ان الصيني هتعمر مع الهندي، يعني انا هشتري النهارده في 2025 موتوسيكلين، واحد هندي وواحد صيني، هنيجي بعد 5 سنين نعمر الاثنين، هتبص تلاقي ان عمرة الهندي بتمن عمرتين او 3 صيني، يعني اللي انا هصرفه هنا مصيبتين 3 هنا. صح ولا لا؟ يبقى انا عندي مشكله. لا، ده انا كمان يا سيد الفاضل افهمني، الحمل والوزن والحموله نفسها، الارتفاع عن الطريق، في كل حاجه، بلاش دي. زي ما قلت لحضرتك، انا النهارده راجل في مصر، مطبات ودغدغه والكلام ده، هيبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ انا عايز ممكن ابيع. في ناس كتير جدا كده، في ناس يقول لك ايه، انا بشتري الموتوسيكل اخره معايا سنه سنتين 3 سنين بالكتير قوي، اخلص رخصته وابدا ابيعه، قبل ما يفتح بقه معايا ابيعه. حلو قوي، وصلنا لنقطه مهمه، وعلى فكره ممكن تكون دي اخر الايه الحوار، عشان نبدا نتناقش في مسائل تانية، تمام، وناخدها بالعقل واحده واحده. طيب ايهما اسرع في البيع؟ انا النهارده اتزنقت فلوس وعايز ابيع الموتوسيكل بتاعي، حصل لي ظرف وعايز ابيع الموتوسيكل بتاعي، ما حصليش ظرف وانا من النوع اللي ايه، بدل مصرف 5 6000 جنيه كاوتش وبطاريه ومش عارف ايه وبتاع وعمره، لا انا ببيع واحط ال 10000 جنيه واجيب موتوسيكل جديد كل سنتين. في ناس بتعمل كده. ايهما اسرع في البيع واقل خساره، الهندي ولا الصيني؟ حط دي في دماغك. الدايو او الهوجن اسرع مكانتين يتباعوا في مصر كلها، سوقهم جميل جدا، التجار نفسها بتشمشم عليهم، تمام، بخلاف الهندي انا اعرف واحد لسه الاسبوع اللي فات بايع مكنه بوكسر 2019 زيرو ملهاش حل، التاجر واخدها منه ب 20000 جنيه. انا اتصلت بالتاجر قال لي لا، يعني كذب عليا عشان ما يديهاش ليا. ليه؟ لان انا استحرمتها في رخصه 3 سنين. بس هو كده، هو بكسره في الهندي ليه؟ سوقه مش اللي هو. وبعدين الهندي ما بيشتريش مستعمل، يعني اوعى تجيب هندي مستعمل، لكن اجيب صيني مستعمل، لان الصيني ممكن ايه، التجديد والاحلال بتاعه سهل وبسيط، لكن الهندي يجي جديد مش مستعمل، ومعروف الكلمه دي عني من سنين، وناس كتير الحمد لله سمعتها مني واقتنعت بيها. الهندي يجي جديد اخد حلاوته وابيعه، لكن ما اجيبوش مستعمل، فعشان كده سوقه بعد البيع مشكله. طبعا النقاش ده كان حوار هادي وبسيط كده، بنتناقش مع اخواتنا، شوف ايه رايك في الكلام، ونتناقش برضه بالعقل واحده واحده. وفي حاجه، انا ما بقولش كده ان الهندي كله وحش او ما تشتريهوش، لا، انا عمري ما سوقت لواحد في مكانته مهما حصل، حتى لو وحشه بقول له مكانتك ممتازه وبعالج له اللي فيها مهما حصل بفضل الله، حتى لو التوكيل قال له ملهاش علاج، تمام. ولكن انا نفسي ان احنا نطور من نفسنا، الناس دي غلابه، والناس دي بتشمش مع الفلوس عشان ربنا يكرمها بالحلال، عشان النهارده الموتوسيكل بقى وسيله فتح بيت مش وسيله مواصلات بس. فانا عايز الناس ترحم بعضها مش اكتر. انا بعمل منافسه ما بين المصنعين والتجار، عشان معلش وفر قطع الغيار، وفر الصيانات، وفر اسعار الموتوسيكلات ارخصها نزلها. انا ما ينفعش عندي موتوسيكل ب 40000 جنيه اصلي، وعندي موتوسيكل ب 55000 جنيه اصلي، طب ما هما الاثنين اصلي، طب انا اروح اجيب 15000 جنيه يعني اعمره 3 مرات، طب ما انا اجيب اللي واطي. فدايما فكروا في الناس بس، ما تفكرش بقى في التضخم المالي لحضرتك، فكر في الناس شويه لله مش اكتر من كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.